عبد اغفر لنا يا ربي كل ذنب واستر لنا كل عيب واكشف إلهي كل كرب عنا وللسماء يا ربي لا تكلنا ومدنا من فضلك الوسيع وحفنا بحفظك المنيع وهب لنا عناية سنية نسمو بها المراتب العليا مع اتباع الحق والكتاب والسنة الغراء والصواب واهلك إلهي من أراد الزاوية بالسوء واحرمه بنار الهاوية وأيد طريقة القدمية حتى تكون يا ربنا محمية واحفظ جميع السالكين فيها وزدهم يا ربنا تنويها وكلهم من كل شر واقيا وكلهم من كل داء شافيا وكلهم في كل قطر حافظا وكل آداهم جميعا حافظا واهلك عداهم في جميع الدنيا أزل اللهم ماتهم والماحيا انزل بهم مصيبة لا تغطي ومحنة سهامها لا يغطي وهدمهم رضاك في الدارين بجاه طه سيد الكونين حبيبك الشفيع في القيامة عليه صل أبدا دواما مسلما وآله وصحبه وتابع الختم وكل حزبه اللهم آل البرغني بالمغفرة في هذه الدار ودار الآخرة ورقهم على جميع الأولياء وارزقهم التوبة ختم الأنبياء وامنحهم فهم الكتاب والسنة وهديهم الصراط يا تنبينا وخص من نسل الختام غائبا يقوم بالشرع الحنيف دائما وكل من والاهم يا الله بحق لا إله إلا الله يا الله بها يا الله بها يا رب حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا رب حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا رب حسن الخاتمة أختم قولي بالصلاة معظمة يا ربنا صل وبارك وسلم على المصطفى والآل وصحبه دائما صلاة تفوق المثل عطرا مفخما يطيب بها كل الوجود ويتنلم صلي وسلم على الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم بما اشتهت أنفسهم خالدون الذي كنتم توعدون يوم السبت الكتب الأمور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله علينا إبداع من الأولياء الصالحين
ومن سمع صنع محفظ من الاتفاق وقت الجديد كل ما نصب اليه بالاتفاق والاتفاق وسلام وسلام وامن لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ويسر فسقلوه عاش ابو هاشم وهذا الخلاص لوجهك الكريم مع الراحه بقلوبنا وابداننا والسلام في ديننا ودنيانا. وارحمنا فاكرمنا غافر ولا تعزمنا فانت علينا غالب. وارض بنا فيما جرت به المواليد. اللهم امنا وسلمنا وكلمنا وقنا شر الخطا والغيب. حاضرين كل منا اللهم بلغنا في نفسه فيما يقين. خير الدنيا والاخره كل عسير لديك يسير. حوالينا ببابك لا تردنا خائبين. والصائم واستبصار الله فينا خير التقوى والمراصد. آخرهم يا رب الضياء والنور رحمة والسرور بهم هذا إلى من يشور. اللهم بما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اعط المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من اصحاب اليمين. يا شافي وكافي المعافي اللهم اشف كل مريض وعافنا وعافي كل صغير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائه وعافيه الابدان وشفائه ونور الابصار وضيائه وقوة القلوب وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم. قلنا قائمين بهذا العمل ربنا يبلغهم ويصلهم اعمالهم. امين وصلى الحمد لله الذي اصطفى لمحبته ذات المحمديه من القدم وجعلها واصفه لكل انسان وابرزها اولا في حضرته الواحديه وابرز عنها سائر الاكوان. اللهم صل وسلم وبارك على قبله تجلياتك الربانيه محل نظرك من الوجود عالي الشان كتاب اسرارك المنضبط الحقيه العلميه مصدر الرحمه من حضرتها ومن جسدك الرحمن وعلى اله وصحبه ما استقامت المله الحنيفيه وما ترجم بلسان الشريعه والحقيقه ترجمان. الحمد لله الذي من علينا بأن جعلنا من هذه الأمة المرضية. والحمد لله الذي جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم النبي المكرم المعظم. والحمد لله الذي خصنا بخصائص منحها الله لهذا النبي ومن ثم انسدلت علينا فنحن نعيش في ظلها. فكان الأجدر بنا والأحرى بنا ونحن أتباع هذا النبي العظيم أن نتذكر أيامه كما قال المولى سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله. ونحن في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة المباركة اللي هي ليلة الجمعة نجتمع محتفلين بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محتفلين لتحيا قلوبنا بتلك الذكرى محتفلين بتلك الذكرى ونحن بين ظهرانينا هؤلاء الضيوف الكرام وعلى رأسهم الخليفة محمد بن القاسم خليفة مولانا وشيخنا وأستاذنا الشيخ الجليل مربينا مولانا الشيخ عبد العزيز محمد الحسن رضي الله عنه ونور ضريحه. فاجتمع في هذا اليوم عبق الزمان وعبق المكان واجتمع في هذا اليوم توادد الأرحام مع بعضها. فهذا المكان منذ الأزل بقعة مضيئة بذكر الله وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع في هذه الليلة المباركة كما ذكرت في هذه الليلة المباركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم نتلوه ونتدارسه بيننا. وقد اجتمع في هذه الليلة المباركة كذلك هذه الوجوه النيرة الطيبة التي اجتمعت محبة في الله ورسوله. وقد اجتمعت هذه القلوب
تتابعا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرونها بينهم ويتدارسونها ويتلون وينشدون القصائد في محبته في هذا المسجد المبارك. وكما قال مولانا الشيخ عبد العزيز محمد الحسن: المسجد الذي لا ينشد فيه النبي ولا يمتدح فيه ليس له شبه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بين يديه من كعب بن زهير، وأكرمه على ذلك بأن أهدى إليه وابتدأه. ونحن نجتمع في هذا المكان الطيب ونذكر الله سبحانه وتعالى، نتمايل ذات اليمين وذات الشمال فرحا بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في عيون الأخبار عن ابن قتيبة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله تمايلوا ذات اليمين وذات الشمال. فذكرهم في المسجد لا يتمايل في أصحابه ذات اليمين وذات الشمال. لا، هذا مسجد لا يشبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتتحرك الأفئدة بمحبته. هذا مسجد لا يشبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لعبت الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري، والنبي كان يشهد ذلك. لعبت الحبشة بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يشهد ذلك وزوجته من خلفه ويقول لهم: العبوا يا بني أرفل. اللي هو بني أرفل جدا الحبشة، العبوا بني أرفل حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة. إحنا في ديننا فينا فسحة. عشان كده المحبة حقت النبي ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المساجد فسحة. الفسحة دي جاية من شنو؟ من حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: محبة الله ورسوله، يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. دين في حلاوة ما سيدينا حتى نجاه في البلد. الناس لما يشوفوا حاجة زي دي الناس أنها ما عندها معرفة بسيرة النبي، يشوفوا هسه عندنا جماعة يسكروا هذا بالعيصي وبالنوبة وكذا، يقولوا ده شنو ده؟ هم ما عارفين الحبشة لعبت في مسجد النبي قدام النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، وبعدين يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال. دي جابوها من وين؟ كما ننقص بالمسجد. فدي كان أصحاب النبي كما ذكرت ذكر ابن قتيبة في علم أن أصحاب النبي إذا ذكروا الله يتمايلون كما يتمايل الغصن ذات اليمين وذات الشمال. فنحن في هذه الأيام المباركات نجتمع لنحيا بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم المبارك إن شاء الله بعد أن سمعنا القصائد في مدحه سوف نسمع بعد قليل شيئا من الندف في هذه السيرة المباركة، شيء يتعلق بهذه السيرة المباركة من أخينا الشيخ علي الفقيه. وقبل ذلك، قبل أن نستمع إليه، نطلب من الأخوان طلبا أن يقرأوا معنا الإخلاص 10 مرات نهب ثوابها لمولانا الشيخ عبد العزيز محمد الحسن الذي كان سبب في هذا الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد او سواء ما رآه نور مثل هدية مصر يا روح الشيخ العزاء الرحمن الرحيم ان تزده علوا في علو يا رب العالمين ودرجة إلى يا رب العالمين تحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اجعل في قوله الضياء والنور والسعة الشرور من يومنا هذا إلى يوم النشور صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نقدم لكم الشيخ علي الفقيه إن شاء الله.